عيش. هذا يا واد مبالغ في نموه. جالكوا الولد البقرة. بلاد بنضربوا ليه؟ لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. الكبير قوي الجزء الثامن حقيقه تاجيل الكبير في رمضان 2024. وخلينا نقول مع بعض السلام عليكم، أهلا بكم في حلقه جديده هنا على قناه رمضان كل سنه. النهارده هنتكلم عن حقيقه تصوير مسلسل الكبير الجزء الثاني اللي كلنا بنعشقه بنحبه، ومن رأيي الشخصي هو مسلسل جميل جدا. بس قبل ما نبدأ حلقه النهاردة عايزك تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة، وإن شاء الله انزل لكم فيديوهات جديده وحصريه توصل لك لحد عندكم. وحكم لي بيتكلم صاحب قناه رمضان كل سنه كريم وليد. يلا نبدأ الحلقة. احنا عرفنا كلنا الاخبار اللي كانت ما بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، والدهل المسلسل قايمه عليه محمد سلام كان مقدم له مسرحيه في الرياض، لكنه اعتزل عشان اللي بيحصل في فلسطين. تعالوا بس لو الكده نشوف الفيديو. فأنا ازاي اروح اعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ بعدما شفنا الفيديو نزل بقى يوم فؤاد وحضر المسرحيه وخلص المسرحيه وفل الأخر نقض محمد سلام شوف الفيديو. حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فن. بعد بعد ما شفنا الفيديو ونهايه الكلام اني لما حضرش محمد سلام المسرحيه ده خسر المسرحيه 2 مليون جنيه. فشاهد اللي يتبع السعوديه مسحت كل اعمال محمد سلام للمنصه بتاع شهد كبير لي واحمد مكي قالني مشفين عن عمل الكبير الجزء الثامن من غير محمد سلام، ومعا لو عمل الجزء الثامن مشفين زل على منصه شاهد، لكن هو وافق على كده وبستدى نقدر نقول خلصنا حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقه جديد.